السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بكم جميعا. الإعلان بتاعنا النهارده عن عربية فيات تيبو 2020، العربية الأكثر مبيعا في السوق المصري. العربية حققت مبيع كتير جدا، عربية ثبتت وجودها، ثبتت كل حاجة فيها، نظام الثبات بتاعها، نظام السيفتي بتاعها، نظام العربيه ووسع الصالون ووسع كل حاجه فيها. العربيه معانا النهارده بيز لاين، هم كانوا بينزلوا فئتين، بيز لاين وهاي لاين، وطبعا الفئه الكاتيجوري الاولاني اللي هو المانيوال. ايه هي العربيه النهارده البيز لاين، وايه العربيه بتتميز بايه، وايه الكماليات اللي فيها؟ وتعد العربيات من العربيات الليموزين ال 1600 سي سي، 4 سلندر، 16 صباب، 110 حصان، عزم اقصى الدوران 152 نيوتن، السرعه القصوى 192 كيلو في الساعه. تعد من العربيات الدفع الامامي. التسارع من الصفر لل 100 كيلو 11.2 ثانيه، تسارع كويس جدا. مزوده بفتيس 6 سرعات، ستيبترونيك، اشتغل مانيوال واشتغل اوتوماتيك. عربيه مزوده بفوج لايت طبعا امامي. يفضل استخدام البنزين ال 95. استهلاك البنزين بتاعها في ال 100 كيلو 6.3 لتر، استهلاك كويس جدا مع عربيه 1600 سي سي. سعة خزان الوقود بتاعها 45 لتر، يعني مساحه الخزان بتاع الوقود بتاعها 45 لتر. العربيه مزودها بجنط 16، بنحاول ان احنا نوضحه معانا في التصوير. طول العربيه 4368 سنتي، عرض العربيه 1792 سنتي، ارتفاع العربيه من الارض لغايه السقف 1497 سنتي. توازن كويس مع وزن كويس مع طول كويس مع عرض. العربيه منسقه في كل حاجه. وزن العربيه 1205 كيلو جرام. عرفنا بعض الكماليات وعرفنا بعض المواصفات وعرفنا بعض الفئه بتتميز بايه، او العربيه كمالياتها ايه، او النظام بتاعها ايه. العربيه مزوده باير باج تابلو، بنحاول نوضحها معانا. مزوده بفريم نيكل في وسط التابلو. شكل المقصوره، وهنلف دلوقتي وهنقعد عليها، وهنقعد على كرسي السواق وهنشوف كل جزء فيها وكل سنتي. العربيه مزوده بفرش جلد هاندي ميد تركيب، مش ده الفرش الاصلي. شكله حلو جدا، فرش اسود مع سيلفر بلون العربيه من بره. اساسيات العربيه زي ما احنا شايفين، قلنا العربيه فابريكا بره وجوه بالكامل، مفيش اي حاجه فيها مرشوشه. عربيه مزوده بسماعات اماميه، ازاز كهرباء امامي وخلفي زي ما احنا شايفين. العربيه الله اكبر عليها، تكاد تكون حاله الزيرو. نفتح الباب الخلفي ونشوف شكل مساحه الصالون. مساحه الصالون مساحه كويسه جدا بالنسبه للي هيقعد وراه. عربيه مزوده بمخادع راس خلفيه واماميه، وقلنا العربيه مزوده بسماعات اماميه وسماعات خلفيه. بنحاول ان احنا نوضحها معانا في التصوير. بناخد بصه سريعه عن اساسيات العربيه وشكل العربيه. سامحونا في الاطاله، سامحونا لو قصرنا في حاجه، سامحونا لو ما عرفناش نوصل المعلومه كامله. عربيه قلنا او في الاعاده افاده جنط سبور 17 بوصه. شكل الخلفيه بتاعت العربيه شكلها شيك جدا. طبعا الفئات معروف من زمان وثبت وجوده في السوق المصري من ايام والدي ووالدك والايام ال 27 وال 28. هنفتح الشنطه ونشوف مساحه الشنطه وشكل الشنطه بتاعتها. العربيه مزوده بشنطه تستوعب 520 لتر، مساحه كويسه جدا. العربيه جناب العربيه مبطنه بموكيت زي ما احنا شايفين. باب الشنطه مبطن بموكيت زي برضو ما احنا شايفين، وبنحاول ان احنا نوضحها معانا في الصوره. العربيه معمول لها دواسه اضافيه للحفاظ على الدواسه الاصلي، يعني زي ما احنا قلنا دي الدواسه الاضافيه او معموله ودي الدواسه الاصليه. شكل الاستبن او مكان
السيرفيس بتاع الكاوتش بالكوريك بالعده بتاعت العربيه. طبعا ما بنطولش في التفاصيل الداخليه والخارجيه، لان احنا زي ما احنا قلنا العربيه عندي فابريكا بالكامل، مفيش اي حاجه فيها الحمد لله بفضل الله مرشوشه. زي ما احنا شايفين العربيه بحاله الزيرو، الله اكبر. فوانيس عواكس خلفيه، غير في العربيه مزوده بفانوس فوج لايت خلفي. ما عنديش خرابيش، ما عنديش تجاريح، ما عنديش اي حاجه بفضل الله. العربيه بحاله الزيرو. هنفتح الجنب الشمال ونبص على العربيه. حاله السقف بتاعت العربيه بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا قلنا في سماعات اماميه وسماعات خلفيه. العربيه مزوده بالجنب 17 بوصه. بناخد بصه سريعه عن تفاصيل الدواخل. ستيكر وبيانات العربيه من رقم شاسيه لوزن العربيه زي ما احنا قلنا. عندي زرار الفوج لايت الامامي، عندي زرار الفوج لايت الخلفي، زرار ضبط الضغط الكاوتش زي ما احنا شايفين، زرار منع تزحلق، زرار ضبط الاضاءه الاماميه بتاعت الفوانيس الاماميه، زراير ضبط الفتح وقفل الازاز، والتحكم في المرايات كهرباء، منفاخ لكرسي السواق بيعلي او يوطي العربيه. العربيه معمول لها كفر او اطار للطاره للمحافظه عليها برضو مع الفرش الداخلي للصالون. العربيه مالتي فاكشن كامل، فول مالتي فاكشن، بلوتوث زي ما احنا شايفين، اوامر صوتيه، تحكم في كمبيوتر الرحلات، تحكم في مثبت السرعه ومحدد السرعه، زرار سيتي باور، تحكم في الباور، فتحه الشنطه من الداخل، زرار لللوك والانلوك بتاع البيبان رباعي. طبعا الزرار ده ما بنستخدموش عشان في ناس كتير قوي بتسال على الزرار ده. الزرار ده مخصص للعربيات اللي تنزل للعربيه بس تنزل للدول الاوروبيه، بيبقى فيه تلج على الازاز، ده بيبقى سخانات للازاز الخلفي. هنفتح التابلو او هنفتح الكونتاك وهنشوف شكل العدادات وهنشوف شكل التابلو. بيديك شعار براند فيات على الراديو وعلى التابلو. زي ما احنا قلنا العربيه عامله 37,000 كيلو بالظبط، 37,600. طبعا الحمد لله ما فيش اي اعطال، ما فيش لمبه اي اعطال، ما فيش اي حاجه مسجله ايرور. التكييف بتاعنا، تحكم في التكييف ودرجات الحراره وسرعه المروحه. زي ما احنا قلنا الفتيس مزوده بفتيس ستيبترونيك مانوال واوتوماتيك، 6 غيارات 6 سرعات. قلنا شاشه عندنا 5 بوصه وتاتش، يعني بتستخدم معانا، بنستخدمها تاتش او عايز نستخدمها من طاره. كتالوجات العربيه بسم الله ما شاء الله زي ما هي. نسينا نقول ان في اماكن كتير تخزين في العربيه، في البيبان الاماميه والبيبان الخلفيه. التحكم في الاضاءه بتاعت الصالون، خدنا بصه سريعه عن الصالون، خدنا بصه سريعه على العربيه من بره. هنفتح اوضه الموتور ونتفرج عليها. في مخدع نص بمكان درج او جيب، ومخدع نص للسواق، مكان للكان. عندي مكان لليو اس بي نحاول نوضحه، ومخرج 12 فولت اضافي. مفتاح ريموت، مفتاح العربيه ريموت. هنفتح ونشوف شكل الموتور، شكل الصالون من ورا. العربيه بسم الله ما شاء الله. احنا بنتكلم في عربيه مستعمله بس بفضل الله زيرو، يعني بحاله الزيرو، مش هنقدر نقول زيرو.
زي ما احنا قلنا المكنه عندنا 1600 سي سي. زي ما احنا شايفين تفاصيل العربيه في الدواخل. الله اكبر على العربيه، الله اكبر على حالتها، ربنا يبارك لصاحب النصيب. بنفرح بالمنتجات بتاعتنا او بنفرح بالاعلان بتاعنا، وبنتعب كتير قوي عقبال ما بنجيب لكم عربيه تحوز القبول بتاعكم. الحمد لله. عايز تكشف في اي حته اكشف، عايز ترفع في اي حته ارفع. زي ما احنا قلنا ما عندناش عربيه فيها اي ديفو، العربيه مبطنه بفرش داخلي للكبود، عايز الحراره مع الموتور. اساسيات العربيه زي ما احنا شايفين، شفنا العربيه، شفنا اساسيات العربيه، شفنا العربيه من بره، شفنا العربيه من جوه. يا رب ما نكون طولنا عليكم، يا رب نكون وصلنا لكم المعلومه كامله والمشاهده مظبوطه. اتشرفنا بيكم، اتشرفنا بمشاهدتكم، وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل بفيديو احسن، بتصوير اوضح، باسلوب اقرب ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.